بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. وينتهي شهر رمضان، وبانتهائه توزع الجوائز على من بذلوا في هذا الشهر ما استطاعوا أن يبذلوه من صيام، من قيام، من دعوات، ومن أعمال، أيضا من أعمال خيرة إنسانية. وأنا أشرت بالنسبة إلى قول النبي في أول الشهر عن صلة الرحم، عن إكرام اليتيم، عن إنصاف المظلوم. نحن بعض القضايا مع الأسف الشديد نمر عليها مرورا عابرا، ولكن ليس يعني مخ العبادة، مخ وأصل العبادات هو هذه الجوانب الأخلاقية والإنسانية والاجتماعية في هذا الموضوع. وإن شاء الله الجميع قد مر بهذه الدورة التربوية لمدة شهر كامل، استطاعوا أن يحصلوا إن شاء الله على فيوضات ربانية. فهنا بعد انتهاء هذه الفرصة نحن يطل علينا عيد الفطر المبارك. طبعا الفطر لأنه فيه زكاة الفطرة، وهذا شيء أيضا فيه إشارة واضحة أنه بعد قضية الصوم والعمل، العمل التربوي الذي يقوم به الإنسان، أيضا لا بد أن يلتفت إلى الفقراء ويعطي زكاة الفطرة عن كل شخص بالمقدار المعروف في يعني عند الفقهاء. العيد هو، أنا أختصره، العيد هو مناسبة لكل الأمم والشعوب. ما في عندنا أمة وشعب ما عندها عيد، لا، موجود عند الجميع. ولذا حتى أنه القرآن ينقل لنا عن عيسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام أن اللهم اجعل لنا عيدا لأولنا وآخرنا، تجتمع كل تلك الأمة على مثل هذا اليوم الذي يعني طبعا هو العيد مناسبة، فرصة لكي تتدارس الأمة شأنها. وسبحان الله العيد يأتي بعد كل عبادة وبعد كل مناسبة. يعني تجدون مثلا بعد فريضة الصوم يأتي عيد الفطر المبارك، بعد فريضة الحج الكبرى أيضا تأتي ماذا؟ عيد الأضحى المبارك. أيضا هناك يعني فرصة أن الأمة، تعرفون أنه في أيام العيد تنتهي كثير من القضايا السلبية في المجتمع. يعني هناك بعض، ما أقول عداوات، وإنما بعض الخلافات أو بعض المشاحنات تنتهي. هناك حالة من حالات التواصل بين الجميع، وخاصة العطف على الأيتام، العطف على الفقراء والمعوزين. هذه الأمور يجب أن نحياها في أيام العيد. ونحن طبعا من ناحية نودع شهر رمضان بكل بركاته، وأيضا نبدأ بإعداد النفس لمن يوفقه الله تبارك وتعالى للحج. ولذا نجد حتى في أدعية شهر رمضان في أكثر من دعاء: اللهم ارزقني حج بيتك الحرام في عامي هذا، بل وفي كل عام، واغفر لي تلك الذنوب العظام، وإلى آخره. الحج يعتبر يعني كأنه المنصة الكبرى للانطلاق إلى عوالم أخرى. وحدة الأمة، أين وحدة الأمة؟ في الحج، حينما تبتدئ في طوافها تبتدئ من الحجر الأسود وتنتهي إلى الحجر الأسود. يجتمع، قبل كان الآلاف، مئات الآلاف، الآن الملايين من الأمة تجتمع. ففي مثل هذه الحالات تلتفت، يجب على الأمة أنه مو مجرد الاجتماع، لا، وإنما يجب التفكير فيما هو حاضرها، وكذلك فيما يكون عليه مستقبلها. على هذا العيد يجب أيضا أن يستثمر بما يستحقه. ونحن إن شاء الله من خلال منهج النبي صلى الله عليه وسلم والنبي والأئمة من أهل البيت سلام الله عليهم نستطيع أن نستفيد أفضل الاستفادة من هذه الفرص والمناسبات إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وكل عام وأنتم
بخير إن شاء الله. أسعد الله أيامكم.